بسم الله نبدأ بها الكلام ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. وحجيت الليلة دوار المهابيل يا سادة يا كرام. إيوا كان يا ما كان في قديم الزمان كانت واحد المرأة سميتها خديديم، وكان راجلها وقت ما يرجع من خدمته عيط ليها: وخديديم حلي باب الدار. وهي كتجاوبو وكتفتح ليه. واحد النهار راجلها كان في خدمته كيف عادته، ويدوز واحد البياع والشراي من الدوار كيدور ويقول: عندي سميات البنات الزينات، اللي بغات تبدل سمها توجد الفليسات. وغير سمعت خديدهم البياع يبرح اللي عنده تجري مشات. سولاتو على الأسماء اللي عنده وعلى ثمن كل سمية، وهو يقول لها: عندي ليك سمية وردية وثمنها 10 اللويزات. وهي تقول لي: خديديم، مادام انا اللي غنشري سميتي انا مولاتها وانا اللي نختارها، واش انا كل نهار غادا نشري سمية؟ يلا قول لي يا سمية الزينة فيهم، راني بغيتها تقول لي. قال لها البياع والشراي: وراه عندي ليك سمية زينة، ولكن خفتها تكون غالية عليك شوية. قالت لي: يلا اتيني بها وبيعها ليا. وغير قال لها على سميتها جديدة ولا عقلها مسلوب، حيت سمية زينة وهي قوت القلوب. طلب ليها ثمن كبير، والهبيلة عطاتو الثمن اللي طلب وزادتو لويزات هدية من فرحتها بالسمية. ومشات كتطرق البيبان على هاد الدوار وتقول لهم على سميتها. والمسكين راجلها نهار كامل في تمارة وما جايب خبار الفعايل الهبيلة ديال مراتو. وغير رجع للدار وهو يعيط ليها كيف العادة باش تفتح ليه الباب، يعيط ويقول: واخديديم، راني رجعت للدار، حلي الباب. ولكن هاد المرة بقى واقف وقت طويل قدام بابه، حيت مراتو الهبيلة مرضاتش على سميتها القديمة تجاوبو. طلات عليه جارتهم وقالت ليه بلي مراتو بدلات سميتها، وعاود عيط ليها وقال: وقوت القلوب، انا جيت، ايوا حلي باب الدار. وهي تفتح ليه الباب فرمشة عين. وملي سولها كيف طرا وجرى بدلت سمها، قالت ليه بلي كاع الفليسات اللي كانوا عندها عطاتهم للمسميات، حيت عطاها السمية الزينة في بنات دوارها. راجلها مشى يحماق وقال ليها: والهبيلة، واش كاين شي واحد كيشري سمية؟ وحلف عليها وقال: والله لا رجعت حتى نلقى شي وحدة هبيلة كتار منك. وداكشي اللي كان يا الخوان. الراجل هز راسو ومشى قصد واحد الدوار، دوار بعيد على دوارهم، وصل عطشان ووكحان. وهو يقصد واحد الدار باش يطلب من ماليها جغيمة الماء يبلل بها ريقو. وداكشي اللي كان. حلات ليه الباب واحد المرا وطلب منها شريبة الماء، وجابتها ليه وشرب حتى شبع وجلس يرتاح حتى نشف عرقه. وهي تهضر معاه وتسولو، وهي تقوله: باينة فيك سيدي غريب على الدوار ومشيتي مسافة طويلة، قول لي يا سيدي منين جيتي؟ والراجل من كثرت ما هز في قلبه من جهة مرته جاوبها بكلام ما دورو في عقله. جاوبها وقال: انا لا جيت من جهنم الكحلة. وهي تقول ليه المرأة: امان الله عليك، واش انت من جهنم؟ قول لي يا سيدي، واش شفتي امي وبويا تماك وكيف هما؟ بخير على خير، ما ناقصهم خير. ها انت سيدي اذا وصاوك تجيب ليهم شي حاجه ما تحشمش، قول لي وانا صيفط ليهم معاك. وهو يقول للراجل في عقله: صافي، هذه هي الوجيبه، يلا نعوض داكشي اللي ضيعت مرتي الهبيله. وهو يقول لها: اييه، خاصهم شويه ديال الفلوس وشويه ديال المونه. وهي تقول ليه: عندي صريرة عامرة لويس
مخبيها عندي خويا باغي يتزوج، ولكن ما تضرب حساب، انا غادا نجيبها ليك في الحال. وفعلا داكشي اللي كان، جابت ليه الهبيلة الصغيرة ووصاتو على بوها وامها وبلغت ليهم معاه السلام. ومشى الراجل راضي وفرحان، وبدا يقول في نفسه والله لا هذه هبيلة كتار من هذيك اللي عندي في الدار، خاصني نرجع عندها. ايوا يا حضار، من بعد ما مشى الراجل من دار الهبيلة وهو يرجع خوها للدار، من فرحتها تلقات ليه في الباب وهي تقول ليه عرفتي يا خويا، يا الله دابا جا عندي واحد من طرف امي وبويا وطلب مني الفلوس ليهم، وانا نعطيه هذيك الصريره اللي مخبيه عليك. وهو يقول لها خوها اش كتقولي، واش انتي هبيله، فين غادي يشوف امك ولا باك، وهما ماتوا 10 سنين هادي. قولي لي يا بني دازات النصاب نمشي نلحق عليه قبل ما يهرب، وسيري جيبي لي العود باش نركب عليه ونلحقه. وداكشي اللي كان يا الخوان، ركب على عوده ومشى يقلب على النصاب، وهو غادي تلاقى مع راجل جالس في جنب الطريق كيستراح، وما كانش عارف باللي هذا هو اللي نصب على اخته. وهو يقول ليه ما شفتيش يا سيدي واحد الراجل داز من هنا دابا شويه؟ قال ليه علاش كتسول؟ قال لها سيدي راه نصب على اختي الهبيله وداليها الفلوس وقال ليها غادي يعطيهم لبا وامي. جاوبو قال ليه ايه الله يفكرنا في الشهاده، يلا داز واحد الراجل من هذا الطريق. الشاب شكرو وقال ليه الله يرحم بها الوالدين، ودابا غادي نتبعو بالعود ونشدو. هو يقول ليه نصاب بلاتي يا ولدي، ارى لي العود نحضيه ليك وانت سير الحق عليه على رجليك، كي عرفتي دابا راه العود عنده 4 رجلين وغادي يزيد يعطلك، يبقى يحط رجل ويجر رجل، اما انت عندك غير 2 رجلين، دغيا تلحق عليه. جاوبوا الهبيل خو الهبيله وقال ليه والله سيدي حتى كلامك معقول، ايوا هاك حضي لي هاد العود حتى نرجع ليه. ومشى الهبيل كيجري بين الحقول. ايوا الراجل عاد زاد فرح بالمعقول، قال الحمد لله انا باقي بعقلي، وحتى مرتي واخا هبيله ماشي شي هبال بحال هاد 2 مهابيل. ركب على عودو ورجع لمرتو قوت القلوب، ومعاه صريره ديال اللويز والمونه اللي تكفيه وتزيدو. وملي سولاتو على سبب الرجوع قال ليها غير سكتي، ماشي لقيت ناس مهابيل كتار من هبالك، وفين ما مشيت كنلقى له ببال، وهو يقول لي راسي اللهم مهابيل دوارك. ايوا سيري يا الحجايه من واد لواد ومن بلاد لبلاد. وهذا كان طلب من لاله مريم بنت ناس الجواد.